لو انت عايز موبايل بسوفت وير سلس وما يعلقش معاك ويديك امكانيات جباره بكاميرات خرافيه، فالفيديو ده ليك. النهارده احنا معانا موبايل جديد من شركه فيفو وهو الفي 70، بيجي كمان بالاوريجين او اس، يعني بيجي لك بسوفت وير كامل متكامل. الموبايل الصراحه شكله حلو جدا واللون بتاعه الصراحه شكله تحفه جدا. اول ما هتطلعه من العلبه هتلاقي ان هو موبايل فعلا مختلف عن بقيه الموبايلات، عشان اللون بتاعه اصلا شكله غريب. هو انا ما اعرفش اللون الصراحه ده ممزوج بايه، بس هو لون كده تحس اللي هو لون احمر محمر برتقاني احمر، انا مش عارف حاجه الصراحه، بس مش مهم، اللون حلو قوي. هو اي نعم الشكل بتاعه والهيكل بتاعه حطت الكاميرات بتاعته شبه الرينو او سلسله الرينو من اوبو عامه، ولكن هو اللون بتاعه مديله شكل مختلف، وكلمه زايس اللي موجوده في الكاميرات مدياله كمان شكل احلى واحلى، لان احنا عارفين كلمه زايس لما بتكون موجوده في الكاميرات بتاعه فيفو بتبقى عامله ازاي. بس قبل ما نبدا بقى ونتكلم عن بقيه المواصفات بتاعه الموبايل، ما تنسانيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجي لك فيديوهاتنا كلها اول باول. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هنتكلم عليها طبعا هو التصميم كالعاده، وعندك هنا التصميم من الزجاج، وعندك الفريم بتاعه من الالومنيوم اللي بيبقى موجود بيتصنع بيه الطيارات، فما ده معناته ان الموبايل هيقدر ان هو يستحمل معاك الصدمات. الماسكه بتاعته لطيفه بريميوم في الايد، ماسكه كويسه تحس ان انت ماسك موبايل فخم فعلا. بس الموبايل هو بيبصم بس مش بالدرجه الكبيره، يعني مش كل البصمات هتلاقيها بصمت فيها، هتلاقيه بنسبه 40% بيبصم. ما اعرفش ليه هم عاملينها بنسبه معينه وليه 40%، ولكن الموبايل مش بيبصم بشكل اوفر يعني. الموبايل مقاوم للميه والغبار بمعيار الاي بي 68 و69 ضد صدمات الميه، اللي هي مثلا لو انت جبت الشوت جان بتاع الميه ده وضربته عليه عادي، او ممكن تنزل بيه بعمق كبير تحت الميه برضه عادي جدا. علبه الموبايل فيها الشاحن وسلك الشاحن، والجراب بتاع الموبايل شفاف، اعتقد هنا هو شفاف مرضي علشان الشكل بتاعه ما تخلوش ان هو يتغطى. وعندك راس شاحن هنا هي 90 واط. تعال برضه نتكلم عن شاشه الموبايل اللي بتجي لك بشاشه اموليد 659 من 100 بوصه، 2750 في 1260 ب 120 هرتز، 459 بكسل لكل بوصه، وده رقم كويس جدا. بيجي لك بطبقه حمايه من شركه فيفو اللي هو السكوت اكستنشن 4، نسبه الابعاد بتاعتها 19.5 الى 9، ونسبه استحواذ الشاشه على الحافه الاماميه 90.7%. والحلو هنا ان الموبايل شكله فلات، مفيش اي كيرفات من اي حته من الشاشه فلات بس. واي نعم بالرغم ان سمك الموبايل برضه رفيع مش تخين، ولكن الماسكه بتاعته كويسه جدا في الايد. والشاشه الصراحه هي حلوه، الزوايا الرؤيه بتاعتها كويسه، الكونتراست بتاعتها كويس جدا في الالوان. طبعا انت برضه تقدر ان انت تتحكم في الالوان من جوه في الاعدادات وتشبع الالوان اكتر لو انت الالوان بالنسبه لك حاسسها ان هي كده طبيعيه زياده، او الناس اللي بتحب الالوان المشبعه. في ناس بتحب الالوان تكون طبيعيه وفي ناس بتحب الالوان تكون مشبعه، لكن لما تكون بهتانه طبعا مش تبقى افضل حاجه. ولكن الالوان هنا مش بهتانه، الالوان هنا طبيعيه جدا. والبصمه اللي موجوده هنا هي داخل الشاشه وسريعه جدا، لان هي اول بصمه في الفئه بتاعته بيجي لك بخاصيه الالتراسونيك، هي سريعه جدا وما بتغلطش. هي حرفيا لما تيجي تحط الصباع بتاعك على طول خلاص هي كده لقطت على ما بتاخدش حتى فينتو ثانيه. فانا ما عنديش اي مشكله عن الشاشه، انا بس اللي عاجبني فيها كمان اللون بتاعها، والحواف كمان خفيفه، الحواف قليله جدا. ايه خفيفه دي؟ الحواف صغيره جدا وفي ساتيوريشن كده او في اتزان ما بين كل الحواف، الحواف كلها قد بعض وهي اصلا صغيره جدا مش باينه. يعني مش هتلاقي مثلا ان الدقن اللي تحت اكبر من اللي فوق وهكذا، لا انا شايف ان الدنيا مظبوطه جدا. بالنسبه لبطاريه الموبايل اللي موجوده هنا هي 6500 ملي امبير مع سرعه شحن 90 واط اللي احنا اتكلمنا عليها موجوده في العلبه، وعندك شحن لاسلكي وعندك شاحن وايرلس. والموبايل ده بالبطاريه بتاعته مع السوفت وير والمعالج اللي هنتكلم عليه بعد شويه يقدر يعيش معاك اليوم مستريح. ولو انت بتلعب مثلا العاب او ستريمر او جيمر او حاجه، الموبايل ده هيقدر يقعد معاك بالساعات تلعب فيه وقت كبير قوي. وسرعه الشحن 90 واط على 6500 ملي امبير مظبوطه جدا، ان هي هتقدر ان هي تشحن الموبايل معاك بسرعه قويه قوي وفي وقت قليل جدا. وبالنسبه للمعالج اللي موجود في الموبايل فهو الكوالكوم سناب دراجون ال 7 جين 4، معالج اوكتا كور 4 نانومتر، موفر جدا في البطاريه. عشان كده انا بقول لك ان البطاريه هنا هتعيش معاك. اقصى تردد بيقدر يوصلوا المعالج 2800 ميجا هرتز. الموبايل هنا بيجي لك برامات من نوع ال LDDR5 اكس، وبيجي لك كمان بذاكره داخليه من نوع اليو اف اس 4.1. ونسخ الموبايل 256 جيجا 8 جيجا رام او 512 12 جيجا رام، مع المعالج الرسومي الادرين 722. الموبايل الصراحه بيقدم لك تجربه ممتازه جدا في السرعه في التنقل ما بين التطبيقات. وعلى فكره الذاكره الداخليه لما تكون سريعه هي بس مش بتديك تنقل ما بين التطبيقات او ان انت تنقل حاجه مثلا من الموبايل للكمبيوتر او من فلاشه او حاجه زي كده، لا هو كمان بيديك سرعه في التنقل جوه الموبايل، بيديك سرعه كويسه جدا، بيديك اللي انت تقدر تتنقل ما بين كل حاجه، تعمل سكرول، تفتح الابس دي، تفتح الاب دي، تفتح الاب دي من غير ما يحصل اي مشكله. فالذاكره الداخليه والنوع بتاعها مهم جدا ان هو يكون احدث واحدث. والموبايل طبعا ما فيهوش ميموري كارت خارجي، ونظام التشغيل الموجود هنا هو اندرويد 16، وعندك كمان 4 سنين تحديث للنظام الاندرويد، يعني عندك لغايه اندرويد 20 تقريبا، و6 سنين تحديثات
ومحدثات امان. وطبعا بيجي لك كمان بالاوريجن او اس 6. والموبايل هنا من حلاوته ان هو بيديك تفاصيل في السوفت وير حلوه جدا. يعني مثلا في الباك جراوند عندك تقدر ان انت تاخد صور للباك جراوند اللي موجوده في الابس او السيمز بتاع الفيفو، تقدر تلاقي مثلا حاجات متحركه تقدر ان هي تتفاعل معاك على حسب انت بتحرك الموبايل يمين ولا شمال. فدي من التفاصيل مهمه، يعني حاجه مش تفاصيل تافهه، لا انت هتشوفها ان هي هتعجبك بعد كده. وبالرغم من اللي انا بقول لك ده كله، انا برضو مش هنكر ان المعالج اللي هنا هو معالج متوسط، مش اقوى حاجه موجوده في الفئه بتاعته، بس هو بيقدر يسد على اي حاجه انت ممكن تتخيلها. يعني لو انت هتعمل بيه كاميرات هيقدر يسد معاك، لانه هو كمان جاي من شركه زايس، فهيديك كاميرات جامده جدا. ومش 60 فريم بس، لا المعالج ده يقدر يشغل 120، ولكن لسه اللعبه ما اتطورتش على المعالج، هو يقدر يدي 120 كمان كويس قوي، بس هي طبعا محتاجه ابديت. بس لغايه ما يحصل الابديت اللعبه لغايه دلوقتي مستقر. فالموبايل مش وحش المعالج بتاعه زي ما انت ما فاكر، لا هو المعالج كويس، ولكن طبعا في اعلى منه، ولكن غير كده برده الموبايل بيسد. بس الحاجه المميزه بقى في الموبايل ان انت لازم تعمل لايك وشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس، عشان انا حاسس ان انت اكيد بتتفرج عليا من غير ما تعمل لايك. وعلى فكره ده بيفيدني جدا في ان انا افضل مكمل في اللي انا فيه، لان انا كمان عرفت ان معظم الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات معظمها مش عامله سبسكرايب ولا عامله لايك، فمش هياخد منك وقت لو انت رحت عملت لايك. ادعس لايك يا جدع. تعالى برضو نتكلم عن الحاجه الثانيه اللي جامده جدا في الموبايل، وهي الكاميرات. الموبايل بيجي لك بثلاث كاميرات من ظهر، منهم كاميرتين بيجوا لك ب 50 ميجا بكسل، واحده بفتح عدسه اف 1.9 والثانيه اف 2.7. الكاميرا الاولى 23 مللي، كاميرا واسعه وحجم مستشعر 1 الى 1.56، وفيها المثبت البصري الاو اي اس. الكاميرا الثانيه اللي احنا قلنا عليه 50 ميجا بكسل بيرسكوب تيليفوتو، بتوصل للتقريب البصري 3 اكس زوم، وحجم المستشعر 1.95. الكاميرا الثالثه والاخيره 8 ميجا بكسل، وهي كاميرا الالترا وايد، وهو اقل سنسور فيهم ال 18 مللي بتاع الكاميرا الالترا وايد. الكاميرا بتاعت التيليفوتو بتجي لك بال 73 مللي. وطبعا هنا انت عندك الرينج لايت بتاع الفيفو، وعندك كمان فلاش ال اي دي، الحاجات اللي بتبقى برده مديك شكل كويس وبتديك اضاءه كويسه لو انت في الاضاءه مثلا مش كويسه وانت بتصور. وكمان الكاميرا هنا تدعم الاتش دي ار. الموبايل هنا يقدر يصور لك ال 2K 60 فريم، ولكن هو في الكاميرا سيلفي يقدر يصور لك ال 2K بس مش 60 30 فريم بس الموبايل مميزاته هنا غير التصوير طبعا، ان انت عندك هنا كمان مميزات زي مثلا اللطات او اللطس. دي عباره عن ان انت مثلا ممكن تصور نفسك دلوقتي، ولو انت مثلا عايز تغير الشكل بتاع المناخ اللي حواليك تقدر ان انت تعمله عن طريق مثلا انت بتختار ما بين الفصل الربيعي ولا الخريف ولا الشتاء ولا الصيف، ومثلا ممكن يخلي اكنك منزل عليك ثلج وحاجات زي كده، وبتبقى مظبوطه عليك. طبعا ده طبعا بتبقى على اساس الاي اي والحاجات دي كلها، ولكن هي مظبوطه. واللي انت برضه حاطط الاوبشن ده هو اوبشن ممتاز جدا وشغال بشكل كويس جدا، وغير المميزات ثانيه طبعا كتير. وعندك هنا الكاميرا السيلفي 50 ميجا بكسل برضه، فتحت عدسه اف 2.0 برضه فيها الاتش دي ار. وهنا مشكلتي مع الكاميرات ان انت هنا ما وصلتش لل 4K، وده عشان بس المعالج زي ما انا ما قلت لك ان هو مش اقوى حاجه في الفئه بتاعته، ولكن الكاميرا التصوير بتاعها ممتاز جدا، التصوير بتاعها حلو. نقطه بس المشكله اللي في الكاميرات دي ان انت لما تيجي تصور بالبيرسكوب وعايز تعمل زوم عن 5 اكس زوم، هتلاقي ان الاي اي بيحاول ان هو يحط تفاصيل وبتبقى باينه ان هي تفاصيل مش حقيقيه. لكن غير كده التصوير التفاصيل بتاعته ممتازه جدا، الساتوريشن، الكونتراست، كل حاجه موجوده في الصور عالميه جميله جدا. الالوان مثلا حتى لو انت تاخد صوره في اشعه الشمس، السما ما بتضربش، السما ما بتتحرقش منك، كل حاجه بتبقى مظبوطه. حتى كمان الشادو بيبقى مظبوط قوي عليك. السكين تون بتاع الكاميرا هنا في حته ثانيه. السكين تون هنا من حاجه مهمه جدا ان انت تخلي ان السكين تون ما يخليش ان البني ادم اللي قدامك تحس ان هو زومبي. هنا السكين تون حلوه سواء في الكاميرا السيلفي او الكاميرا العاديه. واحلى حاجه بقى في الموبايل ده البورتريه في الموبايل ده في حته ثانيه خالص، بيعمل عزل للخلفيه بطريقه ممتازه جدا جدا جدا، وبيعمل لك صوره جامده قوي اكنك فعلا واخدها من موبايل باعلى من السعر بتاعه بكتير. والحاجه الحلوه كمان في الاي اي ان هو يقدر يمسح لك كل الاشخاص اللي حواليك بضغطه زرار واحده، ويقدر كمان يبدل لك الناس دي بحاجات مكانها، يعمل لك مثلا الشكل وراك. ودي حاجه ممتازه لو انت واحد مثلا كونتنت كريتور وبتعتمد على التصوير على الموبايل، فالموبايل ده هيقدر ان هو يديك نويز اقل في الصوت، عشان بعد كده ما تفضلش بقى تعمل عليه ايديت وحاجات كده في المونتاج، فهو هيقدر يعمل لك مظبوط. وكمان حته اللاتس دي كمان هتوفر عليك كلر كوريكشن وكلر جريدنج كمان في المونتاج، هتبقى مظبوطه جدا معاك لو انت بتصور فيديوهات. من كاميرات الموبايل طبعا التسارع والتقارب والجيروسكوب والبوصله، وطبعا خاصيه الان اف سي موجوده هنا. وطبعا زي ما انا ما قلت لك ان هو بيجي لك ب4 سنين تحديث اندرويد و6 سنين تحديث امان او نظام. والموبايل هنا بيجي لك بثلاث نسخ 256 جيجا 8 جيجا رام او 12 جيجا رام، و512 طبعا 12 جيجا رام زي ما احنا اتكلمنا عنه. 256 8 جيجا رام بيجي لك ب $462، يعني ما يقارب ال 29000 جنيه. وال 256 12 جيجا رام بيجي لك ب $544، يعني 33000 جنيه. وال 512 12 جيجا رام بيجي لك ب $625، يعني 39000 جنيه. الموبايل سعره مش اغلى حاجه موجوده في الفئه بتاعته، بس في نفس الوقت احنا قلنا ان المعالج بتاعه بيعتبر بالنسبه لي هو اقل حاجه شويه. كان ممكن لو هو المعالج اعلى من كده يديك 4K ويبقى بالنسبه لك كده الموبايل يعتبر كامل متكامل. لكن انا اللي عجبني ان الموبايل يعتبر ما فيهوش عيوب، ان حته ال 4K دي لو كانت موجوده هي ممكن تفرق معايا شويه، بس انا بالنسبه لي ال 2K ممكن يكون مظبوط جدا لو انت هتديني تفاصيل حلوه قوي. تفاصيل الموبايل اللي بيجيبها لك هنا ممتازه. عشان
عشان كده بالرغم ان هو المعالج بتاعه اقل شويه، بس انا شايف ان الموبايل بدون عيوب تقريبا. بالنسبه لي انا شايف ان هو بدون عيوب. ممكن نتكلم على حته البطاريه شويه، ان ممكن نلاقي بطاريه اقل منه ب 8000 ملي امبير زي الاونر مثلا كده، ولكن انا بالنسبه لي ده موبايل ممتاز جدا، يعتبر شبه بدون عيوب بتاتا ممكن تاثر عليك. ده موبايل اقدر ارشحه لك بسهوله بشكل كويس جدا، وبالذات الكاميرات طبعا لو الناس بتحب التصوير. وبس كده، اكتب تحت انت في الكومنتات ايه رايك في الموضوع ده، هل فعلا انت شايف الموبايل ده فعلا صفقه كويسه جدا حتى بالسعر بتاعه اللي يعتبر غالي شويه. طبعا الاسعار دلوقتي بقت مش مستقره، بقت بتعلى وبترخص وبتقل وبتزيد، فده المفروض السعر الرسمي اللي نزل بيه. دلوقتي احنا ممكن نشوفه اقل بكتير. اتمنى تحت في الكومنتات وانا هرد عليك ان شاء الله، وفي امان الله.